بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متتبعي الأفاضل في قناة لينا كويزين مع وصفة جديدة من وصفات لينا. اليوم بإذن الله راح نشارك معكم هذه الوصفة تاع اللحم سوتي في الكوكوت مينوت ولا في قدرة الضغط اللي رافقته هكذا مع الخضار. عندي اللوبيا مشطو والبطاطا المقلية والقليل من الجزر، ولاصوص تاعو راح تجي خاثرة واللحم يجي طيب كي الزبدة. اذا قعدوا معايا باش نكتشفوا مع بعض الوصفة تاع اليوم. اول شيء راح نبدا به بسم الله هو اللحم. اذا هنا جبت كميه من اللحم تناسب افراد العائله. هنا فقط كنت في ضربابه، اذا جبت اللحم على حساب افراد العائله. وحطيت عليه اول شيء كميه من الفلفل الاسود ورشه صغيره فقط من الكركم، وحطيت ايضا عليه توابل الخاصه باللحم، كما حطيت ايضا كميه صغيره من الكزبر المرحي اليابس. وهنا عندي أيضا كمية من أعشاب العطرية ولا لي زيرب دو بروفونس. راح نحط كمية صغيرة من الزيت قسم ما يتقلى لي فقط فيه اللحم تاعي. إذا ندخل جيدا لي زيبيس ولا التوابل في اللحم تاعي جيدا. كل مرصو نعطيلو حقه من التوابل. بعد راح نجيب لا كوكوت مينوت ولا قدرة الضغط اللي رايحة نطيب فيها. إذا راح نحط الكمية تاع اللحم تاعي في لا كوكوت. هنا ما نحط لهاش زيت لأني دهنت هذا اللحم بالزيت، وأيضا فيه دي مورسو اللي فيهم شحمة. إذا نقليه فقط في بدون زيت. راح نقلي اللحم تاعي هنا بدون ما نغلق على لا كوكوت، راح فقط نقليه جيدا ومن بعد نولي نكمل باقي الوصفة. هنا بعد ما تقلى لي اللحم تاعي جيدا، اول شيء راح نجيبو كما راكم تشوفوا طلق لي بدا يطلق الماء تاعو. راح نجيب اول شيء زوج حبات صغار من الطماطم قطعتهم بهذا الشكل العشوائي، ولا حبة كبيرة من الطماطم، وزوج حبات صغار ايضا من البصل. كما لا قلت لكم صغار معنو صغار يعني حطيتهم صغار مليح، كما تقدروا تعوضوها بحبة من البصل الكبيرة. وايضا حطيت فص ثوم كامل ولا راس ثوم كامل قطعته بالشكل هذا. وفي الاخير حطيت حوالي ملعقة صغيرة معمرة مليح من الملح، ونضيف عليها ايضا زوج ورقات من الرند. نخلط ندخل جميع المواد بهذه الطريقة. قبل ما نحطها على النار راح نجيب ايضا نصف كاس من الماء، راح نمرق بالقليل فقط من الماء. وانتم اذا كنتوا ولفتوا يعني تخدموا بلا كوكوت تاعكم تقدروا ما تحطوش كامل الماء. انا مانيش موالفه نخدم بها، اول مره نطيب فيها، اذا حطيت نصف كاس الماء فقط للاحتياط باش ما تحترقليش. خليت الكوكوت تاعي طيب حتى تبدا تصفر. وهنا جهزت الخضار، عندي كميه من اللوبيا الخضراء ولا لوبيا مشطو، قطعتها وغسلتها وعطيت حطيت عليها القليل من الملح وحطيتها تتفور. هنا ايضا عندي كميه من البطاطا قطعتها بهذا الشكل الخشن، ما رايحاش نفورها، راح نقليها. انتي تقدري تفوريها يعني هذا ما يضرش، لكن انا حبيت نقليها. وما بين ايضا هنا عندي 3 حبات من الجزر قطعتهم ايضا دوائر، ملحتهم وحطيتهم يتفوروا. هنا بعد ما مرور نصف ساعة طليت على لاكوكوت تاعي، لقيت انه اللحم ولا هذيك الخضرة طلقت لي الماء تاعها كما راكم تشوفوا. اذا ضفت عليها ملعقة من الفلفل الاحمر العكري، وراح نعاود نغلق على لاكوكوت تاعي حوالي نصف ساعة اخر. بعد رحت للخضرة، هنا اللوبيا تاعي تفورت وطابت، جبت في مقلة حطيت فيها ملعقة من الزبدة وحطيت فيها هذيك اللوبيا وكمية من الثوم المرحي، وراح نقلي اللوبيا تاعي في هذيك الزبدة. هنا تقدروا تضيفوا كمية من المعدنوس، انا ما حطيتش. وفي الاخير راح نجيب هذيك الصلصة اللي طاب فيها اللحم تاعي وراح نضيف كمية ونقلي فيها اللوبيا حتى تنشف لي هذيك الصلصة.
في نفس المقلاة أيضا حطيت ملعقة من الزبدة ولا المارغرين، وراح نحط هذيك زرودية اللي فارت أيضا، ونحط كيف كيف كمية من الثوم، تقدروا ديروا كمية من الفلفل الأسود ورشة من معدنوس، أنا ما حطيتش. وراح نسقي أيضا بحوالي بمغرف كبير من هذيك الصلصة فقط باش تاخذ لي بنة تاع الصلصة. راح ندير نفس الشيء مع البطاطا المقلية، لكن هذه البطاطا ما نحركهاش باش ما تكسرليش، فقط نقليها في شوية مارغرين وراح نحط عليها هذيك الصلصة ونخليها تتشرب لي جيدا هذيك الصلصة. وهكذا راح يعني نحط اللحم تاعي في صحن التقديم مع الخضار كما راكم تشوفوا في صحن كبير. حطيت الكمية تاع اللحم، ومن جهة حطيت الكمية تاع اللوبيا مشطو والبطاطا تاعي وزرودية. وهذا هو طبق اليوم، نتمنى انه نال اعجابكم. صدقوني انه اللحم كما راكم تشوفوا طاب كالزبدة، وهذه اللوبيا والخضار كامل جو مجمرين وبنان. اذا نتمنى انه هذه الوصفة نالت اعجابكم، مبقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله. سلام.